هنتكلم مع بعض عن القارة الأكثر جدلا في التاريخ، وهي القارة القطبية الجنوبية والمعروفة اصطلاحا باسم انتاركتيكا. انتاركتيكا بتقع في أقصى جنوب الكرة الأرضية، ولو أنت معاك مجسم للكرة الأرضية هتلاقي القارة دي موجودة في أسفل المجسم في الجنوب. سنة 1821 سجلت هناك أول هبوط على قارة انتاركتيكا. صاحب الهبوط ده كان كابتن باخرة أمريكي. مساحة انتاركتيكا 14 مليون و200 ألف كيلومتر مربع. انتاركتيكا يا جماعة هي أبرد القارات حتى في فصل الصيف. انتاركتيكا الغطاء الجليدي هناك هو أكبر كتلة جليدية في العالم. تخيل إن انتاركتيكا فيها 90% من جليد المية العذبة في العالم، فيها 70% من المية العذبة اللي في العالم. قارة انتاركتيكا سجلت أعلى معدل لسرعة الرياح في العالم، حوالي 200 ميل في الساعة. انتاركتيكا خد بالك فصول السنة ترتيبها عكس الفصول اللي في نصف الكرة الشمالية. الصيف في انتاركتيكا بيمتد من شهر أكتوبر لشهر فبراير، باقي السنة كلها بتكون شتاء. طول فترة الشتاء القارة مظلمة نهائي لأن الشمس ما بتشرقش إطلاقا هناك في الشتاء، على العكس في فصل الصيف اللي الشمس ما بتغيبش من هناك. في 21 يوليو سنة 1983 قارة انتاركتيكا في محطة فوستوك الروسية سجلت أقل درجة حرارة في العالم بمعدل سالب 89.9 درجة مئوية. رغم من كل الجليد اللي بيغطي انتاركتيكا، لأن انتاركتيكا متصنفة كصحراء. بالك انتاركتيكا مش متصنفة كملك لأي دولة، هي بتتحكم بموجب معاهدة دولية اسمها معاهدة انتاركتيكا اللي اتعملت سنة 1959. المعاهدة دي مستمرة وهتنتهي سنة 2048. متقسمة هناك بين 4 دول: الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا. بالك ممنوع منعا باتا على اي دولة انها تنقب او تحفر على اي ثروات معدنية في انتاركتيكا. خد بالك في انتاركتيكا مفيش شعب اصلي بيعيش في المكان، اللي يعيشوا هناك مجموعة من العلماء زي علماء المناخ والمحيطات والاحياء البحرية وعلماء الفلك. عدد العلماء هناك بيكونوا 4000 في فصل الصيف وحوالي 1000 شخص في فصل الشتاء. سنة 1979 اتسجلت هناك أول ولادة لطفل في انتاركتيكا. الحيوانات الموجودة في انتاركتيكا عبارة عن إيه؟ بطاريق، حيتان، وأسماك ولا فقارية. والنبات اللي موجود في انتاركتيكا مقتصر على الطحالب. انتاركتيكا يا جماعة موطن لجبل اسمه جبل بير باص، وده يعتبر البركان الأنشط في الجنوب. واخد بالك أنت؟ بركان في منطقة جليد. انتاركتيكا يا جماعة في واحدة من أكبر سلاسل الجبال في العالم، وهي جبال جامبورتسيف اللي بتمتد لحوالي أكتر من 1200 كيلو. انتاركتيكا في بحيرة هناك اسمها بحيرة فوستوك، ودي بحيرة للمية العذبة، ولكن المفاجأة إن البحيرة مدفونة على بعد 4 كيلو متر من الجليد. خد بالك في قاعدة صارمة موجودة جدا في انتاركتيكا، هو إن ممنوع على أي شخص إنه ينقل أي حاجة من انتاركتيكا حتى لو كانت ريشة إلى أي مكان إلا بالحصول على الإذن. في النهاية أتمنى بجد إن الفيديو يكون قدم لك أي استفادة. لو حابب تشوفنا تاني وأنت على الفيسبوك اعمل لنا متابعة، على اليوتيوب اشترك في القناة. سلام عليكم.